السلم ده هيركب له درابزين من الازاز السيكوريت زي اللي موجود في الصورة دي بالظبط. الازاز ده بيركب من جنب السلم وبيركب بالاكسسوار اللي لونه اسود اللي موجود في الفيديو ده. بس الازاز السيكوريت ده من اصعب الخامات في ان احنا نتعامل معاه، والغلطة فيها ما بتتصلحش. يعني لو اخدنا مقاس مش مظبوط او غلطنا في ارتفاع الدرابزين بتاع السلم هيبقى استخدامه صعب جدا ومش هنعرف نصلح الغلطة دي، ولازم هنرمي القطعة كلها ونعمل قطعة جديدة مكانها. علشان كده لما بنيجي نعمل حاجة زي دي بنعمل بروفة كاملة زي اللي احنا بنعملها دلوقتي. بنقطع كل قطع الإزاز اللي احنا محتاجينها بس من الخشب، ونقعد نعدل فيها ونظبطها ونظبط الزوايا بتاعتها، لو في جزء هيبقى ارتفاعه أعلى من جزء أو لو في زاوية محتاجة تبقى أنعم من زاوية تانية، علشان خاطر السلم يبقى مريح جدا في الاستخدام وسهل قوي قوي بعد كده إن احنا ننفذه. بعد كده بناخد كل القطع اللي احنا قطعناها وظبطناها بتبقى عبارة عن فرم بناخد عليها المقاسات الحقيقية اللي هيتقطع عليها الإزاز السيكوريت بعد كده. ولما بنيجي نركب السيكوريت تاني خلاص بمجرد ان احنا بنحطه في مكانه بيكون الموضوع بسيط جدا، ما بنحتاجش نعدل اي حاجة لان احنا عملنا تجربة كاملة او بروفة كاملة قبل ما نركب اي حاجة. تابعونا علشان تشوفوا شكله بعد ما يجي يركب ان شاء الله.